بيبدأ فيلمنا بتاع النهاردة بمركب عليه 2 صيادين صحاب في البحر، توماس وصاحبه. وتوماس كان مصمم يروح منطقة معينة عشان يصطاد فيها، بس صاحب توماس كان بيقوله بلاش نروح المكان ده غريب وشكله مرعب، وكل الناس بتقول بلاش المنطقة دي لأن فيها كائنات غريبة عننا. لكن توماس كان معترض وكان بيقول إن المكان ده فيه صيد كويس وهم مش عايزيننا نصطاد. فبيروح المكان ده وبيرموا الشبكة، وفجأة بيظهر حيوان غريب وبيمد إيده عشان يسرق حاجة من فوق المركب. وبيشوفوا الصيادين ومن حظه الوحش إنه بيشبك في الشبكة، لكن بيعرف إنه ينجو منها وبينزل تحت المية وبيهرب منهم. وبنروح تحت المية بقى وبيظهر لوكا وبيكون مخضوض لأنه مش لاقي السمك اللي كان في الحظيرة، ولو مامته عرفت إن السمك هرب وهو مش لاقيه هتزعقله. وبيقعد لوكا على صخرة وبيبقى زهقان ومش عارف يعمل ايه، وفجأة بيشوف منبه قديم وبيقعد يتفرج عليه ويتأمله. وكمان بيلاقي ورقة كوتشينة، وفجأة بيعدي من فوقه مركب فبيصرخ بسرعة في السمك عشان يخبيهم، وبيلاقي مامته بتنادى عليه علشان ميعاد الغدا. فبيبدأ يخبي بسرعة المنبه وورقة الكوتشينة وبيدخل مع مامته علشان يتغدوا. ولما بيدخل بيسلم على باباه وجدته وهما بيتغدوا وبيسألهم هي المراكب دي بتيجي منين؟ فقامت جدته ردت عليه وقالت له من الوحوش الأرضية وإنها هزمت واحدة قبل كده. وبيسأل لوكا جدته وبيقول لها انت اتحولتي وطلعت اليابس قبل كده؟ فبتبدأ مامته تصرخ فيه علشان يبطل يتكلم عن الموضوع ده، وبتقول له كفاية وإن السمكة اللي عندها فضول بتكون سهل اصطيادها، وإن الأحسن لا نفكر ولا نتكلم عنهم. وبيمشي لوكا علشان يرعى السمك، وهو قاعد بيلاقي مفتاح وكوباية وكمان جراموفون. وفجأة بيظهر قدامه واحد غواص وبيخاف جدا منه وبيجري منه، لكن بيجري وراه الغواص. وأول ما بيقلع القناع بيكتشف لوكا إن ده مش إنسان وإنه كائن زيه بس لابس لبس الغواصين. وبياخد الحاجة اللي لقاها لوكا وبيجري، فبيروح لوكا وراه وبيجري علشان ياخد الحاجة بتاعته منه، لكن الولد ده بيشده وبيطلع بيه اليابس. فبيبدأ لوكا يصرخ جامد وبيبقى خايف، وبيفهم الولد اللي اسمه ألبرتو إن دي أول مرة لوكا يطلع فيها اليابس. ولوكا بيجري على المية وبيقول لألبرتو إنه غلط جدا إنهم يطلعوا وخطر عليهم، وبينزل تاني لتحت المية. وتاني يوم بيشكل لوكا صخرة على هيئة كائن زيه علشان ترعى السمك بداله علشان مامته ما تزعقلهوش. وبيقرر بعد تفكير كتير إنه يطلع على اليابس ويتحول لإنسان. وبيلاقي لوكا ألبرتو فوق فبيحاول إنه يقوم، وبيلاقي صعوبة في المشي لأن دي كانت أول مرة يمشي فيها على رجله. فبيبدأ ألبرتو يساعده إنه يقف ويمشي، وبعد محاولات كتير جدا معاه بينجح لوكا إنه يمشي فعلا. وبيبدأ ألبرتو يعرفه مميزات وجوده على الأرض، وبيعرفه على السماء وإن في شمس وإنه كمان يقدر ينط. وبعد كده بيطلعوا على بيت ألبرتو واللي بينبهر لوكا جدا بكل التفاصيل اللي موجودة فيه. ولوكا بيشوف جراموفون ألبرتو بيقول له ألبرتو إن ده بايظ ومش شغال، لكن لوكا بيلعب فيه وبيحاول يحرك فيه حاجات، وفجأة بيطلع صوت وبيشتغل. وفجأة بيشوف لوكا صورة على الحيطة وبيسأل ألبرتو بيقول له إيه ده؟ فبيقول له ألبرتو إن ده أعظم اختراع اتعمل، ده ممكن ياخدك لأي مكان أنت عايز تروحه واسمه فيسبا. فلوكا بيشوف عنده مجموعة حاجات ممكن يكون منها فيسبا، فهو بيعتقد إن ألبرتو بدأ يعمل فيسبا، فبيقول له أنت بدأت تعمل فيسبا أنت كمان؟ فالفكرة بتيجي في دماغ ألبرتو بيقول له أيوة أنا بدأت أعمل فيسبا وعايزك تساعدني فيها. فبيوافق لوكا طبعا وبيعملوها، وبعد ما بيعملوها وبيخلصوها بيلاقي لوكا الوقت اتأخر جدا، وبيقول لألبرتو إنه لازم يرجع عشان مامته ما تزعقلهوش وبكرة هيجيله علشان يجربوها. وأول ما بينزل المية مامته بتزعقله وبتقوله أنت كنت فين واتأخرت كده ليه؟ فبيتردد لوكا في الكلام وكان لسه هيتكلم، لكن جدته أنقذته وقالت له إنها بعتته عشان يجيب لها خيار البحر. وفي تاني يوم بيطلع لوكا لألبرتو على اليابس عشان يجربوا الفيسبا بتاعتهم، فبيبقى لوكا متوتر جدا ومش راضي يركب. فبيبدأ ألبرتو إن هو ياخد التجربة مع نفسه، وبرغم إن الفيسبا اتكسرت مليون حتة إلا إن ألبرتو قال للوكا إن التجربة كانت جميلة جدا، فبدأوا إن هم يصلحوها تاني عشان يجربوا الإحساس ده تاني مع بعض. وفضلوا يحاولوا يصلحوها ويجربوا وتتكسر بيهم تاني، وألبرتو كان مصمم إن لوكا يجرب معاه، لكن لوكا كان خايف جدا. فبدأ ألبرتو يقنعه إن ده صوت جوه دماغه ولازم يسكت الصوت ده، وفعلا سكت الصوت اللي جوه لوكا واتشجع وركبوا مع بعض وجرب الإحساس وطاروا وسط الطيور. لكن كالعادة وقعت برضه واتكسرت ووقعوا في المية، لكن فرحوا جدا وقعدوا يضحكوا. وبعد كده طلعوا على سطح البيت بتاع ألبرتو وقعدوا يبصوا للسما. فلوكا سأل ألبرتو إيه اللي بيلمع في السما ده؟ فطبعا ألبرتو هبد هبدته كالعادة، وقال ألبرتو لوكا إن ده سمك، وقال له على القمر إن دي السمكة الكبيرة اللي بتحرسهم، وقال له كمان إنه طلع فوق وشافهم ولمس السمكة الكبيرة. فلوكا فرح جدا بحياته وقال له إن حياة
حياتك حلوة قوي ويا بختك وانا عايز اعيش زي حياتك دي. وبيسأل ألبرتو وبيقول له انت عمرك رحت المدينة البشرية؟ فقال له ألبرتو لا، بس والدي حكالي عنها وهو اللي راحها. فقال له لوكا انت محظوظ بوالدك جدا، ويا ريت يكون عندنا فسبة ونلف بيها كل الاماكن. وراحت عليهم نومة وحلم انه طلع فوق الفسبة بتاعتهم وكان ماشي وسط السمك ده ولمس السمكة الكبيرة، وفجأة صحى واكتشف ان الوقت اتأخر جدا وانه اتأخر على مامته. فنزل المية بسرعة لأهله اللي بيلاقيهم حاطين قدامهم المنبه وورقة الكوتشينة، وعرفوا انه مش بيروح الشغل كل يوم، وكمان طلع اليابس وتحول لبني آدم وانه لازم يوعدهم انه مش هيطلع تاني. وقرروا يعاقبوه، قالوا له انت هتنزل مع العم يوجا لقاع المحيط موسمين كاملين، وان كترت في الكلام واعترضت هيبقوا 3 ومش هتطلع من تحت تاني. فلوكا زعل جدا وطلع فوق جري لصاحبه ألبرتو. فألبرتو بيقول للوكا سهل، خليك هنا وما تنزلش تاني. فلوكا بيقول له انهم ممكن يطلعوا ياخدوه. فألبرتو بيقترح عليه انه لازم يروحوا لمدينة البشر وان هناك محدش هيعرفهم وهيبقوا احرار، وكمان هنلاقي فسبات كتير وممكن نمتلك واحدة. وبيوصلوا للمدينة وبيمشوا وسط البشر، ولوكا منبهر جدا بالمدينة وبالناس. لكن فجأة لوكا بيشوف صورة لناس صيادين وانهم ضد الكائنات اللي شبههم. لكن وهم ماشيين بيشوفوا واحد راكب فسبة جميلة جدا وبيتنحوا من كتر ما هي جميلة. فبينزل صاحب الفسبة وبتيجي كورة قدام لوكا وبيطلب الولد الصغير من لوكا انه يحدفها له. فبيجي لوكا يحدف الكورة للولد الصغير فبتيجي في الفسبة. فصاحب الفسبة بيتضايق جدا وبيتريق على لوكا وألبرتو على ريحتهم الوحشة اللي شبه ريحة السمك، وبيقول لهم انتوا لازم تستحموا عشان ريحتكم تنضف. فبيقربهم من المية وبيبقوا خايفين جدا ان المية تلمسهم وتبين حقيقتهم. وفجأة بتظهر بنت اسمها جوليا، وبيقعد صاحب الفسبة يتريق عليها لانها خسرت في السباق، والبنت بتتضايق جدا منه وبتاخد ألبرتو ولوكا وراها على العجلة. وفجأة بيعدي من قدام الولد ده 2 من الشرطة وهم بيقولوا على وحوش البحر وانهم هيعملوا مكافأة للناس اللي هتصطاد الوحوش بتاعة البحر. فالولد بيقول لهم انا ملك السباقات والمكافآت وانا اللي هجيب لكم وحوش البحر دي. فالبنت وهي ماشية مع ألبرتو ولوكا بتقول لهم انتوا اكيد هنا عشان السباق اللي هيتعمل في المدينة وانها مستعجلة جدا ولازم توصل الطلبات. فلوكا بيقول لألبرتو احنا لازم نشترك في المسابقة دي عشان ناخد فسبة احنا كمان. فبيروحوا لجوليا وبيقولوا لها هو اللي هيكسب في السباق هياخد فسبة. فبتقول لهم لا، هو هياخد فلوس وممكن بالفلوس دي يشتري اي فسبة هو عايزها. وجوليا ماشية بتسمعهم وهم بيقولوا انهم لازم يدخلوا السباق. فبتروح لهم وبتقول لهم انهم لازم يكسبوا الولد السخيف اللي شافوه من شوية وان محدش هيهزمه غيرها، وان المسابقة تقيلة وفيها 3 مراحل، السباق بالعجل والسباحة واكل المكرونة، عشان كده انتم محتاجين فريق. فبيقولوا لها انهم ممكن يدخلوا الفريق بتاعها. فبتوافق، لكن بعد كده بتكتشف انهم فاشلين جدا ومش عارفين اي حاجة. فبتقرر انها تطلعهم من الفريق بتاعها. لكن لوكا بيترجاها وبيقول لها ان اهله هيبعتوه لمكان وحش جدا وهو مش عايز يروحوا. فبيصعب لوكا على جوليا وبتقول له خلاص هنكمل مع بعض، وبيقسموا المهام عليهم. ولوكا بيبقى عليه انه يسوق العجلة وهي عليها السباحة وألبرتو عليه اكل المكرونة. لكن جوليا بتقول لهم انهم محتاجين فلوس وهنروح نستلف من بابا عشان ندخل المسابقة ونشترك فيها. وفعلا بيروحوا بيتها وبيدخلوا على والد جوليا وبيلاقوه بيقطع سمك. فبيخافوا منه لوكا وألبرتو. فبيبدأ ابو جوليا انه يتكلم عن وحوش البحر، وجوليا بتقول له ان دي تخاريف وانها مش مصدقاه. ولوكا وألبرتو قاعدين معاهم على السفرة، باباها بيسألها مين دول. فبتقول له ان دول صحابها اللي هيدخلوا معاها في السباحة. فباباها بيعترض وبيقول لها مش معانا فلوس عشان تدخلي السباق ده اصلا، وانهم لازم يبيعوا سمك اكتر عشان يكون معاهم فلوس. ألبرتو ولوكا بيقولوا لباباها انهم يعرفوا اكتر عن مجال السمك. فبتهجم القطة فجأة على وش ألبرتو وهم قاعدين على السفرة. فبتعتذر له جوليا جدا وبتقول لهم انتوا عايزين مكان تباتوا فيه وممكن تباتوا في بيت الشجرة بتاعتي. فبيوافق لوكا وألبرتو. وبنروح بقى لأهل لوكا وبيطلعوا من المية لليابس عشان يدوروا عليه. وفي تاني يوم الصبح بيصحى لوكا وألبرتو وبيلاقي لوكا نفسه متحول لهيئته الطبيعية لأنهم اتبلوا مية. فبسرعة بيجروا وبيستخبوا من جوليا علشان ما تشوفهمش، وبيحاولوا ينشفوا نفسهم بسرعة عشان يرجعوا بشر تاني. وبيطلب بابا جوليا منها انها توصل الطلبات، وبياخد لوكا وألبرتو معاه علشان يصطادوا. وهما في المركب بيهجم تاني القط على وش لوكا، وبيبص ألبرتو على دراع ابو جوليا وبيقول له ان هو مولود كده. وألبرتو بيقول لبابا جوليا ان المكان ده ما فيهوش سمك وان المكان التاني هو اللي فيه سمك كتير جدا. وفعلا بينجحوا وبيرجعوا بسمك كتير جدا، وجوليا بتفرح جدا لانها كده هتشترك في المسابقة. وبيظهر ابو لوكا وامه وهما بيدوروا عليه في المدينة وهم خايفين جدا. وفي الوقت ده كانت جوليا وألبرتو ولوكا بيقدموا في المسابقة، وبيدخل الولد المستفز اللي احنا عارفينه ده عشان يقدم هو كمان في المسابقة.
المسابقة، وبيقعد يتريق على جوليا وبيقول لها انه بياكل الاطفال اللي زيها على الفطار. فلوكا بيخاف من كلامه جدا، لكن جوليا مش بتخاف وبتبقى فرحانة جدا ان هي اخيرا هتقدم في المسابقة. فبتبدأ جوليا تدرب ألبرتو ولوكا على المسابقة، وبتروح معاهم بعد كده على المركب عشان تتدرب هي على السباحة. وبيدخل عليها الولد المستفز بالمركب بتاعهم اللي بيضايقهم بيه، وبيجي عليهم مية، فبيقع ألبرتو في المية وبيتحول لهيئته الطبيعية، وبيلف الولد المستفز ده وبيبص بسرعة لأنه لمح ديله، لكن لوكا بيكون غطاه ونشفه بسرعة قبل ما تشوفه جوليا والولد المستفز ده. وبنروح للمدينة، فبيدخل ألبرتو مع أبو جوليا علشان يساعده. فبتقعد جوليا مع لوكا وبتقوله إنهم هينجحوا وهيفوزوا أكيد بالمسابقة. فبتسأله أنت عايز فيسبا ليه؟ فبيقول لها علشان ألف بيها كل مكان أنا عايز أروحه، وألبرتو يكون معايا وأطلع في السما وأشوف السمك المنور اللي فوق ده. فبتقول له جوليا إنها عايزة تنجح عشان محدش يشوفها فاشلة ولا متقلبة المزاج. وبتقول له على فكرة اللي في السما ده مش سمك، دي نجوم. وبتقول له إنها كرات نارية ضخمة جدا عاملة زي الشمس كده، وبتوريها له بالتلسكوب. وبعد كده بنشوف جوليا وهي بتشرح للوكا المجموعة الشمسية والمجرات، فبيطلب منها لوكا إنه يستعير كتاب الكون منها. فبتقول له جوليا اعتبره خلاص بقى الكتاب بتاعك، وبتبدأ إنها تشطب على اسمها وتكتب اسم لوكا عليه. وفي الوقت ده ألبرتو بينادي على لوكا وبيقول له إنه عايزه في موضوع. فلوكا بيقول لألبرتو إن هو نفسه يروح المدرسة. فألبرتو بيبص لوكا باستغراب وبيقول له مش محتاجين إن احنا ندخل مدرسة، ومش هتعرفوا، كل اللي احنا محتاجينه الحرية بس. وفجأة بيظهر الولد المستفز ده ومعاه 2 من فريقه، وبيقول لهم إن هم وراهم سر وهو هيعرفه، وإنهم لازم يمشوا من المدينة دي بسرعة. وفي تاني يوم الصبح بيصحوا بيكملوا تدريب مع جوليا، وأهل لوكا بيكونوا بيدوروا عليه، وهكذا كل يوم. وفجأة بتشوف مامة لوكا وهو على العجلة مع جوليا وألبرتو. وبعدها بيشوف لوكا القطر وبتقوله إن القطر ده بيروح على جنوة، وبتقوله فبيقول لها ده اللي عنده المدرسة بتاعتك؟ فبتقول له اه، وبيسألها وبيقول لها إن مدرستك مفتوحة لكل الناس. فبتقول له جوليا أيوة، بس بتبقى محتاجة فلوس كتير. فبيتضايق جدا ألبرتو من جوليا وبيبقى متغاظ منها عشان بقت قريبة قوي من لوكا. فبيقول لها إنه هياخد لوكا معاه في مشوار. وبياخد ألبرتو لوكا على العجلة وبينطوا في المية علشان يتحولوا لطبيعتهم وجوليا تعرف حقيقتهم. وبينطوا في المية وما بيحصل لهمش حاجة. وفي الوقت ده جوليا بتفرح جدا لأنهم لسه عايشين. ولوكا بيسأل جوليا وبيقول لها إنه ينفع يروح معاه المدرسة. فبتقول له جوليا إنه ينفع، وبيفرح جدا لوكا. فبيتغاظ ألبرتو جدا وبيقول له طب مدرستك دي بتقبل وحوش البحر؟ فبيحاول لوكا إنه يسكته لكن ما بيعرفش، وألبرتو بينزل البحر وبيطلع على هيئته الطبيعية. فبتخاف جوليا جدا لأنها اكتشفت حقيقتهم. وفي الوقت ده بيوصل الولد المستفز وفريقه وبيحاولوا إن هم يصطادوا ألبرتو علشان يقدموا للشرطة وياخد المكافأة، لكن مش بيعرف وبيهرب ألبرتو. وبترجع لوكا وجوليا البيت، فباباها بيسألها على ألبرتو، فلوكا بيقوله إنه مشي ومش هيجي تاني. في الوقت ده جوليا بترش على لوكا مية وبتتأكد إن هو كمان وحش بحر، وبتقوله إنه لازم يهرب بسرعة لأن باباها بيصطاد الوحوش دي. فبيهرب فعلا وبيسمع كلامها، بيروح على بيت ألبرتو وبيحاول إن هو يعتذر له. فألبرتو بيقوله إنه طول الوقت كان عايش لوحده، وإن باباه سابه، وإنه مش محتاج حد يبقى معاه أصلا. فبيطلب منه إنه يمشي، وبيمشي لوكا. وفي اليوم التاني بيروح لوكا وبيطلب تقسيم الفريق بتاعه، وبيتنافس لوحده وبيلبس بدلة حديد قبل السباحة. وبتخلص مرحلة السباحة وبيدخل بعد كده على مرحلة الأكل وبيخلص الأكل. وبعد كده بتيجي فترة سباق العجل. وفي الوقت ده بيحاول الولد المستفز ده إنه يستفز جوليا، لكن لسوء الحظ في الوقت ده الدنيا بتمطر، وأهل لوكا بيحاولوا إن هم يتغطوا بسرعة بأي مفرش عشان المية ما تجيش عليهم ويبانوا على هيئتهم الحقيقية. وفي الوقت ده بيظهر ألبرتو وبيجري على صاحب لوكا عشان يغطيه بالشمسية اللي معاه، لكن الولد السخيف ده بيوقع ألبرتو، ومية المطر بتحوله لهيئته الحقيقية. وبيوقع الولد السخيف ألبرتو في شبكة الصيد وبيحاول إنه يروح يمسكه، لكن بيجري عليه صاحبه لوكا وبياخده وراه على العجلة، بس هما الاتنين بيتحولوا لهيئتهم الطبيعية. فأهل المدينة بيتخضوا جدا وبيجري الولد المستفز وراه بالعجلة عشان يلحقهم، لكن جوليا بتروح وبتوقع الولد ده من على العجلة وبتقع هي كمان من على العجلة. فبيرجع لوكا وألبرتو لجوليا وبيحاولوا إنهم يسندوها ويوقفوها ويمشوا سوا. وبتتجمع الناس وبيقول لهم الولد المستفز ده إنهم وحوش بحر ولازم إن هم يموتوهم. فجوليا بتقول لهم إن دول مش وحوش بحر. وبيجي أبو جوليا وبيعرف إن دول لوكا وألبرتو، وبيجي أهل لوكا يحضنوه وبيعرفوا إن هم اللي كسبوا في المسابقة وبيكونوا فخورين بيه جدا وبيستلموا الجايزة. وبتتصالح المدينة مع وحوش البحر وبيضيفوهم في المدينة، وأخيرا بيتحقق حلمهم وبيكونوا عندهم فيسبا. وبنشوف بعد كده بقى في النهاية إن جوليا كانت رايحة المدرسة
المدرسة بتاعتها وسابت الكتب بتاعتها لوكا عشان يذاكر فيهم، ولوكا بيتفاجئ إن أهله وافقوا إن هو يروح المدرسة، وكمان صاحبه ألبرتو بيبيع الفسبة بتاعته علشان يساعده في مصاريف المدرسة. وبيودع لوكا أهله وبيودع صاحبه وبيكونوا زعلانين جدا وهم شايفينه خلاص إنه هيمشي، بس بيكونوا فرحانين إنه هيحقق حلمه ويروح المدرسة. وبينتهي الفيلم بتاعنا على كده. لو انت حبيت الفيلم ما تنساش تنضم لعيلتنا علشان يوصلك الأفلام الجاية، وما تنساش بقى اللايك والشير والكومنت، وما تنساش برضو تقول لنا الفيلم الجاي عايزه يكون عن ايه. سلام.